مرحبا بك. جدة أخبار وجدة 24 ترحبوا بك. جدوى سي الفاطمي من إنشاء هذه المنجزة وهذه المعلمة اللي غتبقى تاريخية في مولاي عبد الله. شكرا. بالضروري كنرحب بالمشاهدين الكرام. فهاد المعلمه هذه اللي كيفتتحها اليوم السيد عامل الاقليم بمناسبه عيد العرش المجيد هي كتدخل في اطار دور الطالبه. كما كتعرفوا بان نظرا لشساعه جامعه مولاي عبد الله وكثره الدواوير اصبح واحد الامر ملح بان هاد الفتيات هادو اللي كيوصلوا واحد السن ما كيبقاش عندهم فين يمشيو يلتجئوا للدراسه. لذا ان فتحنا هاد دار الطالبه هذه تقريبا اللي غادي تكون الثقه الاستيواء ديالها الاستيعابيه ديالها بواحد 70 ديال البنيات. فهذا هذه واحد البادره جد حسنه اللي كنشكروا عليها المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وكنشكروا عليها كاع الاخوان اللي ساهرين عليها، والسي الحاج نور الدين فالي اللي هو الرئيس اللي غادي يتسلم هذه دار الطالبه اللي غادي يشرف على التسيير ديالها. كنطلبوا من المجلس الموقر انه في اطار هذا العمل الاجتماعي اننا نزيدوا من دور الطالبه، لان صراحه هذا الا خير اللي غادي يعود ان شاء الله على الفتيات ديالنا، لان التعليم كما كتعرفوا هو واحد المؤشر جد 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 ايجابي للتطور ديال الخدمه هذه. انا ما كاين صراحه المعايير ما يمكنش نقدر نحددهم لكم، لان هذا كيرجع لاختصاص الجمعيه اللي غادي تسير، ولكن انا كنظن بان المعايير راه باينه. الناس اللي كيكون مساكن الحاله الاجتماعيه ديالهم ضعيفه واللي صراحه انا ما ندخلش في هذا الشيء، نخلي الاحسن للجمعيه، لان انا عارف بان الحمد لله هذه دار الطالبه حبها الله بواحد السيد، واحد الشاب اللي زعما كاين صراحه نزيه ابن المنطقه من الاعيان ديال البلاد، وكنظن بانهم لي كريتير اللي غادي يلقاو. انا جد فرحان لانني عرفت بان دار الطالبه بين ايادي امينه. نعم. الصفه والاسم الله يخليك وعطينا الاجابه على الدين رئيس جمعيه دار الطالبه. بالنسبه للمعايير اللي ان شاء الله غادي ناخذوها بعين الاعتبار من اجل انتقاء البنيات اللي غادي يكونوا في دار الطالبه، اولا الحاله الاجتماعيه بطبيعه الحال، من بعد بطبيعه الحال غتكون واحد ما نقولش لجينه صغيره غيكونوا فيها رجال السلطه، غيكونوا فيها لان هما اللي غيكونوا بدرايه على الحاله الاجتماعيه ديال البنيات. هذه اللجينه هي اللي غتحاول تنتقي البنيات اللي كاينين، من بعد غنشوفوا المستوى الدراسي ديالهم بطبيعه الحال، حتى زعما المستوى ديالهم في الدراسه. حنا بغينا هذه التجربه هذه تكون فريده من نوعها في الاقليم ان شاء الله، وانا تخرج بنات المستقبل بطبيعه الحال. نعم. كنشكركم جميعا وشكرا.